في ناس كده بتيجي وبتمشي واحنا ما بنبقاش فاهمين هما ايه بالظبط، اللي هو اتعرفنا على بعض، قربنا بسرعة، مبسوط قوي واحنا بنتكلم، ومرة واحدة ومن غير اي مقدمات الشخص ده ما يبقاش موجود شوية ويظهر تاني، ونقرب من بعض اكتر من الاول. امبارح قعدنا نلغي طول الليل، بس النهاردة ما بيردش عليا. خرجنا مع بعض مرة الاسبوع اللي فات، بس من بعدها فص ملح وداب. هو في ايه؟ هنفضل في الميكسد سيجنالز دي كتير؟ يا عم قول انت عايز، احنا بننام بدري. لعبة القرب والبعد من الألعاب النفسية اللي بنلاقيها كتير في حياتنا، ومنبقاش فاهمين الناس دي جت امتى، طب ازاي، طب فين. محدش بيكون فاهم لهم حاجة. الشخص فيها بيقرب وبيبعد بمزاجه، ويخليك دايما تسأل نفسك هو أنا زعلته في حاجة؟ طب هو يكون زهق مني؟ وأول لما تقرر تموف اون من العلاقة دي تلاقيه بيظهر تاني وبيقنعك قد ايه كان مضغوط الفترة اللي فاتت، وغصب عنك على طول بتصدقه وبترجع له، وخناقة بقى دايرة كل يوم بينك وبين عقلك عشان تمشي، وتنام وتقوم وبرضه مش عارف تمشي. الشخصية دي عادة بتكون جان ولذيذة وخدومة لأي حد بيلجأ لها، بيقرب قوي ويدخل في تفاصيل، وهو أصلا سويت توكر بزيادة، يوعد ويلمح وبعدين يبعد ويرجع تاني بتلميحات أقوى. فاضيين احنا بقى للعب ده؟ من وجهة نظره هو كيوت وجدع وما بيأذيش حد. هو أنا عملت حاجة؟ وهو عمال يستهلك في مشاعر اللي قدامه، ويفضل بقى معاك كده، يحبك يكرهك يسيبك يندهك لحد ما انت تتجنن معاه ومش عارف أصلا هو عايز ايه. طب ايه هي علامات الميكسد سيجنالز؟ وحشتني ويلا ننزل وامتى هشوفك وامتى هنعمل، ويجي يوم الخروجه ويطلع حجه وما يبقاش عايز ينزل، او عنده يعني ظروف ظهرت فجاه. بيقول على طول انه مضغوط، وببعت له مسجز اطمن عليه ما بيردش عليا مع انه اونلاين 24 ساعه. هو ده طبيعي؟ يا حلوه قوي وبنتكلم وبنخرج وبيجيب لي هدايا، يا اما مختفي ومعرفش عنه اي حاجه. في دايما احساس بقلق وعدم استقرار بطريقه مش طبيعيه ومش مفهومه، بس بتفضل مكمل معاه على امل انه يكون بيحبك. طب ليه اصلا تراهن من الاول على حاجه طايره في الهوا مش مفهومه؟ تفكير بلا هدف واسئله ملهاش اجابات بالمره. يا ترى هو بيحبني ولا لا؟ يكون زهق مني طيب؟ ولا هو كان بيتسلى اساسا من الاول؟ بس هو قال لي ان هو بيحبني وانا صدقته، ولا يمكن انا صدقته عشان انا عايزه اصدقه؟ طب ما واجهه يعني، واحنا نفضل في الشطرنج ده كده كتير؟ اتكلمنا ما وصلتش لاي حاجه. عنده عذر لاي حاجه وكل حاجه، زي ما يكون بيبقى عارف انا هساله اقول له ايه، وبيكون محضر لي الكلام اللي هيقوله لي ويقنعني بيه، وفعلا بقتنع بكل كلمه بيقولها. بس برضه عندي دايما احساس ان في حاجه غلط، بس مش عارفه هي ايه. الاخصائي مارني فيورمان فسر اللخبطه دي على انه الشخص بيبقى عايز يعمل مسافه بينه وبين اللي قدامه، فبالنسبه له دي الطريقه الوحيده اللي بيقول بيها انا مش متاكد اذا كنت بحبك او معجب بيك ولا لا، او اذا كنا احنا الاتنين عايزين نفس الحاجه ولا لا. في الحالتين الشخص ده بيستخدم الميكسد سيجنالز عشان خاطر يمشي الدنيا ببطء من غير ما يقول كلام فعلي يتمسك عليه. مش عايز اي مسؤوليه فبيهرب لانه مش مستعد لاي حاجه دلوقتي، وبيلعب وبس سواء قصده او مش قصده. وكتاب لاب طعم الفلامينجو قال انه في الاغلب الشخص ده اتعرض لصدمه نفسيه عنيفه من حد قريب منه قوي، والصدمه خلته مقسوم نصين، نص عاوز يقرب والنص التاني بيتكهرب اول ما اي حد بيقرب منه. خناقه عنيفه قوي مش كده؟ بس مش هو للاسف اللي بيدفع ثمنها. اللي بيدفع ثمنها هو اي شخص على الله حكايته بيحاول يقرب منه ويتمخمض معاه عمال على بطال، وحبه فوق وحبه تحت، والغريبه انه كله بمزاجك. ولو فضلت مستمر التوهان ده هيجيب اجلك، وانت مش ناقص، لان ببساطه هو اصلا شخص مش ناضج كفايه وعايز بس ياخد منك فوايد الريليشن وحلاوه البدايات ومن غير اي مسؤوليه. عشان كده في اوقات كتيرة بتحس انه بس بيكلمك لما بيكون محتاج منك حاجة، او على الاقل محتاج يحس بشوية مشاعر حلوة وخلاص. طبيعي جدا ان الريليشن في اولها ما تبقاش واضحة كفاية،
كلام حلو شوية، كلام عادي شوية، فليرتينج شوية، كلام ملوش لازمة شوية. طبيعي اللخبطة دي جدا في الأول، بس اللي مش طبيعي إننا نفضل مع بعض 300 سنة ضوئية بنحاول نفك في شفرات عشان بس نفهم هو احنا مع بعض ولا لأ. الوضوح والصراحة هما الحل في كل الأحوال. لازم الكلام يبقى هو الفعل اللي بيحصل، عشان احنا بنعيش مرة واحدة، فمش ناقصة يعني في الكام يوم اللي احنا عايشينهم ان احنا نقعد نفك في رموز اكبر من دماغنا اساسا. لو لسه ليه فرصة معاك وانت مش عايز تخسره، ولسه ليه مشاعر جواك، فخليك صريح مع نفسك. والاهم من كده انك تكون صريح معاه واسأله بكل بساطة هو ليه حشرك في زون الغموض مع ان انت مدخله في كل تفصيلة في حياتك، وحقيقي فعلا نفسك تكمل معاه، بس اسلوبه هو اللي مش مريحك. ولو بعد الكونفرزيشن دي لسه بيتعامل معاك بنفس اسلوب الثعباني ده، فانفد بجلدك واجري يا مجدي احسنلك. امشي وانت متأكد ان العيب مش فيك، وانك ما كنتش المسؤول عن كل اللي حصل ده، وان هما اللي عندهم مشاكل نفسية وكلاكية محتاجة تتفك، وهيروحوا ويدوروا على حد غيرك من بعدك يلعبوا معاه نفس اللعبة اللي لعبوها معاك. الحب الصحي ما فيهوش بخل في المشاعر ولا غموض، مش بنعالج فيه بعض ولا بنعالج بيه بعض. انا وانت وهي مش دكاترة ومش مؤهلين نعالج حد. الدواء موجود في الصيدلية، واللي بيكتب الروشتة الدكتور قاعد يدرس قد كده عشان يقدر يعالج البني ادمين. فنبطل نهدر طاقة في مكان غلط. انا مارينا الهاني، وده برنامج اسمه رؤية مختلفة. اشوفكم الحلقة اللي جاية.